في الفيديو ده هقولك بوضوح وصراحة مطلقة، هل الوقت الحالي هو الوقت المناسب والذهبي لشراء الفضة والذهب، ولا احنا بنقرب من فخ كبير ومصيدة للمدخرين؟ في زلزال حقيقي بيحصل دلوقتي في الأسواق، وفرصة العمر بتضيع من ناس كتير وهي مش واخدة بالها. الفضة بتستعد لانفجار سعري مرعب ممكن يوصل بيها لمستويات $90 للأونصة في وقت قريب جدا. لكن قبل ما ندخل في التفاصيل الخطيرة دي ونعرف عجز الإمدادات هيعمل إيه، انزل فوراً اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات واعمل لايك قوي للفيديو ده. دعمك هو اللي بيخلينا نستمر في كشف الأسرار وحماية فلوسك ومدخراتك. جاهز؟ يلا بينا. الأسواق بقالها فترة بتمر بموجات بيع عنيفة جدا وضغوط رهيبة من كل حتة، لكن المفاجأة اللي صدمت المحللين هي ثبات واستقرار سعر الفضة قرب مستوى $76 للأونصة. التحركات الأخيرة دي مش مجرد رد فعل مؤقت لتوترات سياسية هنا أو هناك، لا يا جماعة، الموضوع أكبر من كده بكتير. التماسك ده وراه حيتان السوق، وراه طلب مادي قوي ومتراكم تحت الأرض وفي البورصات، قادر يمتص أي صدمة وأي ضغوط بيع قصيرة الأجل. في الوقت اللي الناس فيه خايفة، المستثمرين الكبار فاهمين إن الهيكل العالمي لسوق المعادن الثمينة بيتغير تماماً. دايما بنسمع إن الفضة بتمشي ورا النفط عشان التضخم. طب لما النفط بدأ يهدى ويتراجع بعد الكلام عن اتفاقات سياسية وتراجع التوترات الجيوسياسية، ليه الفضة ما نزلتش؟ وليه صعودها دلوقتي يعتبر منطقي مش متناقض؟ أنا هقولك السر. السوق بدأ يدرك إن العلاقة بين الفضة والنفط مش مجرد تضخم وبس، دي علاقة تكلفة إنتاج. التوترات لما كانت قوية رفعت أسعار الطاقة والنقل والشحن لمستويات خيالية، وده ضغط على شركات التعدين وعجز إنتاجها. فلما النفط بيبدأ يهدى، الضغوط التشغيلية على المناجم بتقل، وفي نفس الوقت ده بيعزز توقعات إن الفيدرالي يخفض الفايدة. فالمحصلة إيه؟ صعود قوي ومستحق للفضة. بص على السندات والعوائد الأمريكية وناسين القنبلة الموقوتة الحقيقية، أزمة المعروض الهيكلية. البيانات الأخيرة اللي طالعة من كبار منتجي الفضة في العالم بتقول كلام يوقف الدم في العروق: انخفاض حاد في تركيز خام الفضة في الأرض، وتراجع ضخم في إنتاج المناجم الرئيسية. دي مش مشكلة مؤقتة يا جماعة هتتحل في شهرين ولا 3، إحنا قدام تحدي طويل الأجل. جودة المناجم بتقل وتكلفة الاستخراج بتولع نار. يعني حتى لو بكرة الصبح التوترات السياسية اختفت تماما والنفط رجع هادي جدا، فجوة العرض وعجز الإمدادات دي مش هتتحل. الفضة اللي معروضة في العالم أقل بكتير من اللي السوق محتاجه. أساسية في المرحلة الجاية عمنا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. لما النفط نزل تحت مستويات $100 وبدأ يتحرك في نطاق من 85 ل $90 للبرميل، ده بدأ يطمن الفيدرالي شوية من ناحية تضخم الطاقة. وده معناه إيه؟ معناه إن الفيدرالي هيبقى عنده مساحة يتنفس ويبدأ يتحرك نحو سياسة نقدية أقل تشدداً، ويبدأ في خفض أسعار الفايدة في النصف الثاني من السنة. وطبعا انت كصانع محتوى ومدخر ذكي عارف ان الفضة من اكتر المعادن اللي بتطير وتستفيد من خفض الفايدة، مش بس عشان الدولار بيضعف، لا، علشان الفضة معدن ملوش عوائد دورية، فلما فايدة البنوك بتقل جاذبية الفضة والذهب بتنفجر. غير الخبراء، نسبة الذهب إلى الفضة النسبة دي حالياً بتتحرك قرب مستويات 59 أو 60، في نفس الوقت اللي الذهب فيه بيسجل قمم تاريخية ومستويات مرعبة. ده معناه إيه في لغة الأسواق؟ معناه إن الفضة لسه مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بكتير مقارنة بالذهب. التاريخ بيعلمنا درس مش بيتنسي. لما الأسواق بتدخل في دور التراجع العوائد الحقيقية وخفض الفايدة، الفضة بتعمل أداء بيفوق الذهب بمراحل. ليه؟ لأن الفضة ليها وشين: وش كأصل استثماري وملاذ آمن للتحوط، ووش تاني كمعدن صناعي مطلوب بجنون في التكنولوجيا والطاقة النظيفة. وعشان كده أي استقرار للذهب فوق معناه انطلاق صاروخي للفضة عشان تحصله وتجيب $90.
خطيرة جدا ومحدش باصص عليها: مخزونات الفضة المسجلة في بورصة كوميكس. الطبيعي لما السعر بينزل بشكل حاد بنشوف تسييل للمخزون وزيادة في المعروض المادي نتيجة الخوف والذعر، صح؟ لكن اللي حصل المرة دي كان العكس تماما. المخزونات ثابتة وما حصلش فيها أي زيادة تعكس حالة ذعر بيعي. ده بيثبت لك إيه؟ بيثبت لك إن المستثمرين الكبار وصناع السوق مش شايفين التراجعات الحالية إشارة خروج، بالعكس هم شايفينها فرصة ذهبية لإعادة بناء المراكز الاستثمارية والشراء من القاع قبل موجة الصعود الكبيرة. نقط فوق الحروف. هل السوق ممكن يشهد تقلبات؟ طبعا، لو بيانات التضخم الأمريكية جت أقوى من المتوقع، الفيدرالي ممكن يأجل خفض الفايدة وده يعمل هبوط تصحيحي مؤقت. لكن حتى لو ده حصل، التراجعات هتكون محدودة جدا، لأن أساسيات سوق الفضة النهاردة مختلفة تماما عن زمان: عجز مستمر وطلب صناعي جبار. في المحصلة، الفضة لسه ما بدأتش المرحلة النهائية من موجاتها الصاعدة الحالية، والوصول ل$90 ما بقاش كلام مبالغ فيه. ده واقع اقتصادي جديد المعادن المادية فيه هي الملك. لو انت مدخر وعايز تحمي فلوسك، الفضة هي الحصان الرابح. قولي في التعليقات، انت شايف الفضة هتوصل ل$90 الأول ولا الذهب هيكسر أرقام قياسية جديدة؟ شاركني رأيك وما تنساش اللايك والاشتراك عشان تتابع كل جديد. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.